السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. الرئاسة الفرنسية تدعو إلى إلغاء اتفاق الهجرة مع الجزائر، حيث أنهم يقولون يمنح الجزائريين استثناءات وتسهيلات غير متاحة لشعوب الدول الأخرى. دعا إدوارد فيليب رئيس الوزراء الفرنسي سابقا ومرشح محتمل لانتخابات الرئاسة المنتظرة في عام 2027 إلى مراجعة اتفاق الهجرة مع الجزائر الذي يعود إلى عام 1968 بذريعة أنه لم يعد له أي جدوى في عام 2023، وكانت الجزائر قد أظهرت امتعاضا من مسعى اليمين الفرنسي لإلغاء الاتفاق الذي يمنح الجزائريين تسهيلات مهمة تخص الإقامة والدراسة والعمل في فرنسا. وأكد فيليب حولما إذا كان إلغاء الاتفاق سيتسبب في قطع العلاقات مع الجزائر إنه احتمال وارد، مشيرا إلى أن الاتفاق الذي يثير موضوع مراجعته جدلا حادا في المشهد السياسي الفرنسي منذ أشهر تم وضعه في سياق تاريخي يخص العلاقات بين فرنسا والجزائر، وهي علاقات قديمة جدا ومعقدة للغاية وصعبة للغاية ومتوترة للغاية. وأوضح فيليب وهو عملة بلدية لو هافر شمال غربي فرنسا حاليا أن تحفظ قطاع من الطيف السياسي في فرنسا على استمرار العمل بالاتفاق يعود إلى كونه يشجع هجرة الجزائريين إلى فرنسا، وفي وقت شددت الحكومة في إجراءات منع الهجرة. وحسب إدوارد فيليب تميزت الفترة التي جاء فيها اتفاق 27 من ديسمبر عام 1968 بانتعاش الاقتصاد الفرنسي ورغبة مسؤولي البلاد حينذاك في تنظيم هجرة عدد كبير من الجزائريين إلى فرنسا على سبيل توفير يد عاملة، مشيرا إلى أن الظروف تغيرت تماما بعد 55 سنة. فعلاقتنا مع الجزائر لم يتم تطبيعها، وضغط الهجرة بات جزءا من منطق مختلف عن ذلك الوقت.